أهلا بكم تاني معانا في مطبخ ميمو. النهاردة معانا منو وهو البط. أنا بظروفها عندي عزومة النهاردة وبعمل بط، فقلت أوريكم أنا بعمل البط إزاي للي عنده مشكلة في تسوية البط أو الوز في الفرن. يلا نشوف هنعمله إزاي مع بعض. طيب، أنا عايز أوريكم حاجة قبل ما نعمل البط. أنا عامة قبل ما بعمل البط بيوم بنقعه في المحلول دوت. المحلول ده عبارة عن إيه؟ المحلول ده عبارة عن مية، ملح، خل، ليمون، وأهم حاجة الطحينة. طيب، ليه الطحينة؟ الطحينة بتمنع الزفارة وفي نفس الوقت بتطري النسيج بتاع البط أو الوز. وز أو بط أو فراخ أو رومي أنا بعمل له المحلول ده على طول قبلها بيوم، وببقى نقعه فيه. هطلعها من المية وهنشوف الخطوة الجاية ايه. طيب، ادي البطاية بعد ما غسلناها من المحلول اللي كنا نقعينها فيه من امبارح، وبعد ما بنغسلها وننشفها من المحلول بنشرحها من الصدر بتاعها بالطريقه دي بالظبط. ماشي. ونقوم جايين بطاسه كبيره على البوتاجاز ونازلين بحته زبده فيها وشويه فلفل اسمر وشويه ملح خفاف قوي على البطه من الوش والظهر اهو. ونقوم نازلين بشويه الملح يبقى احنا كل اللي حطيناه على البطه شويه ملح وشويه فلفل اسمر بس. اول ما الزبده بدات تسيح معانا كده بنقوم جايين بفصين توم حاطينها كده مع الزبده مع شويه روزماري. ويا سلام بقى لو شويه روزماري فريش يبقى احلى كمان، بس للاسف ما عنديش. يبقى احنا نزلنا مع الزبده فصين توم وشويه روزماري، وهندي للبطه صدمه وهرجع لكم تاني. طيب حبايبي، زي ما احنا شايفين شوحنا البطه كده بس، ها، وهنيجي في نفس الطاسه اللي احنا شوحنا فيها البطه، ها، نازلين تاني بشويه فلفل اسمر مع شويه كزبره ناشفه. خلي بالكم بقى ايه من التتبيله اللي احنا هنعملها الجميله ديت. وهنقوم جايين نازلين بالصويا صوص ونازلين بمعلقه عسل اهو. نازلين بشويه زعتر. قلنا الزعتر في التتبيله سواء اللحوم او الطيور ملوش حل بصراحه. وفي الاخر نازلين بالروتا بابريكا اللي هي البابريكا الحمراء، ونقلب ده كله في بعضه. مش هننزل بتوم تاني عشان احنا في الاول نزلنا بفصين توم، فكده كده ريحه التوم في الصوصه موجوده يعني، فمش لازم يعني نبالغ في التوم جامد اهو. اهو، وبنسيبها شويه على البوتاجاز. طيب، ده عندي صاج بالشبكه بتاعته، بقوم جاي حاطط البطايه على الصاج على الشبكه وحاططها في قلب الصاج، وقوم جاي بالصوص بتاعنا الخطير دوت، ها، وادهن بيه البطايه من جوه ومن بره. مش مره واحده بس، لا، ده انا بخليها تاخد غلوه في الفرن وبطلعها تاني، بديها برضو وش بالتتبيله ديت وبدخلها اهو، وبقلبها على الناحيه التانيه ونفس الموضوع. بتبلها وما بغطيهاش، بدخلها الفرن كده تمام. وفي نص الوقت بطلعها بديها تاني طبقه
من التتبيله ديت وبدخلها على درجه حراره 180 ساعه، ساعه ونص لساعتين بالكتير قوي، وهوريها لكم حبايبي. وده شكل البطايه بتاعتنا بعد ما طلعت. شفتوا لونها عامل ازاي؟ عشان التتبيله اللي احنا حطيناها فيها. للاسف انا مش هقدر ادوق علشان انا عندي عزومه، فمش هينفع ادوق من الاكل. يا ريت تتبعوا الخطوات ديت سواء في البط او في الوز، هيطلع لكم بنفس الشكل دوت بالظبط. ونرجو منكم دعمكم لينا واشتراككم في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.